بكم والفقرة الأولى من هذه الحلقة، وهي فقرة روائية بامتياز نتحدث فيها عن رواية الجواهرجي لصاحبها المهندس مصطفى محمود، الذي ربما حاول عبر هذه الرواية أن يقدم رصدا حقيقيا من خلال الرواية لأحداث ألمت بمصر منذ عام 67 وحتى ربما لحظة صدورها هذا العام، عام 2012. أرحب في البداية بالمهندس مصطفى محمود، وبهني حضرتك على صدور هذا العمل الروائي. قبل الهوا مباشرة، باشمهندس مصطفى، كنت بسأل حضرتك هل هو العمل الأول، فقلت لي إن سبقته أعمال عديدة لكن خارج مصر. خارج مصر. يعني علنا نطلع مع السادة المشاهدين على التاريخ الروائي الذي سبق هذا العمل. هو في فترة الدراسة كنت خدت جائزة الأولى في المسرحية على مستوى العالم العربي، وخدت من جمال عبد الناصر شيك ب 50 جنيه، دي كان أولها. وبعدين خدت جوائز. ده سنة كام يا باشمهندس؟ يعني تقريبا كانت سنة حاجة 68. كان حضرتك ما زلت طالب؟ كنت طالب لسه، أيوه. وبعدين خدت جوائز في نادي قصة أكتر من مرة. وبعدين سافرت في ابو ظبي، فاتنشرت في جريده الايام، كانت جريده نصف شهريه، قصص قصيره وطويله. وكان جريده الفجر اليوميه كنت بكتب فيها مقالات. وبس. وبعد ما جيت هنا اشتغلت جوهرجي 30 سنه، فالشغل يعني خدني، بس برضه كنت بقرا واكتب لنفسي. لحد لما جيت في سنه 2009 بدأت أكتب رواية الجوهرجي، وبدأت فيها يعني أكشف الفساد، وكان عن الفساد وعن الحزب الوطني وعن التوريث. وقدمت الرواية لإحدى دار النشر، مفيش داعي يعني ذكرها. فقعدت عندهم فترة كبيرة. ده الكلام ده سنة 2009 قبل الثورة. قبل الثورة. وفيها تنبأت، يعني قلت إن لازم هيحصل انفجار. بس قلت ان هيحصل يعني ثوره سلميه بحته، بحيث ان هي فكرت او يعني ربطتها بثوره الهند اللي قادها غاندي، ان هم يعني كانت ثوره سلميه تماما وخدوا استقلالهم من الانجليز. صحيح. فقلت ان لازم يحصل في مصر حاجه زي كده. فلما قدمتها الحقيقه قعدت عندهم حوالي يمكن 7 8 اشهر، وما خايفين ينشروها في ايام في العصر، لحد لما الثوره قامت في 25 يناير السنه اللي فاتت. فانا سحبت الروايه من عندهم وعدلت في الفصل الاخير، واضفت فصل عن الثوره، وقدمتها الحقيقه لمكتبه مدبولي، محمد مدبولي الصغير. الحقيقه راجل يعني انسان ممتاز، يعني اشكره جدا على كل حاجه. فاراها واعجب بيها جدا، واتنشرت. اول حاجه نزلت فيها في السنه دي في معرض الكتاب. ويعني بيقول لي هو واللي احنا شايفينه في المبيعات ان هي من الكتب اللي هي اكثر مبيعا في الفتره دي. طيب قول لي يا باشمهندس محمد، يعني مصطفى عفوا باشمهندس مصطفى، يعني الجواهرجي اهم ما يتميز به هو قدرته على تمييز الحقيقي من المزيف والغث من السمين. اكيد. لما روايه تتعرض لاحداث مرت بها مصر اكتر، يعني فتره طويله جدا، حوالي 4 عقود. يعني كيف يمكن تقسيم عمل روائي بحيث ان هو ياخد التسلسل الاحداث من 67 لغايه 2012؟ بالتالي جهد يبقى صعب للغايه. ما خدت منها حوالي اكتر من سنه. من 2009 ل 2012 يعني تقريبا فيها من سنه. الحقيقه الحمد لله الواحد يعني عشت التجربه الكامله كلها. يعني جايز في 67 كنت شاب صغير او لسه في سن صغير يعني. بس متذكر حاجات معينه مطبوعه في دماغي. يعني مثلا متذكر حتى النكسه نفسها، والحديث اللي كنا بنسمعه في التلفزيون من الرئيس جمال عبد الناصر. قد ايه حسينا ان احنا مستعدين فعلا للحرب، لما قفل المضايق، ولما طرد او طلب من القوات الدوليه تسيب مكانها، فناس اعلان حرب. وبعدين
قلنا ده احنا خلاص. حتى في الروايه حتى اشرت فيها ان في الجو بتاع الحي خان خليلي والحسين والناس البسطاء اللي هناك والمحلات الذهب، كل واحد يقول لك ده احنا خلاص دخلنا على حدود تل ابيب، صحيح. احنا وقعنا كذا طياره، احنا. فكان الجو، مصورت الجو تصوير الامل بتاع الشعب كله والناس كلها، كان امل كبير. لما حصل بدأنا نحس ان في حاجه مش طبيعيه، فكانت صدمه لينا. الناس كلها بقت بتبلم، الناس بتبص لبعضها مش قادرين يصدقوا. اللي كانوا لسه قبلها يومين قاعدين في المحل يتجمعوا كلهم، المسيحيين والمسلمين واحد، وكلنا واحد المسيحي يقول لك خلاص داخلين على تل ابيب، انا هفتح محل في بيت لحم، كل في روايه. والتاني يقول لك انا هبعت افتح فرع ليا مش عارف ايه. والامل كان كبير قوي قوي قوي. فبدات. وفي تصوير عملته يعني برضه كان لما الرئيس جمال عبد الناصر تنحى واعلن تنحه، والناس قامت ومشيوا راحوا لبيته. فواحد من الصياغ رايح، هو كمان بقى واحد مسيحي، يعني واحد مسيحي رايح معاهم زي المسلمين. كل واحد كان الوحده الوطنيه كانت قويه ايام قوي قوي. ماشيين كلهم. فلما وصل هناك يعني كانت لقطه، يعني الحمد لله ربنا وقفنا فيها، ان لقى زمايله المسلمين بقوا ده عايز يداري نفسه وده عايز يداري نفسه، مكسوفين ان هم مش ده كله رايحين، وفي الاخر لقوا نفسهم بياخدوا بعضهم بالحضن ويعيطوا. هم مش بيعيطوا عشان بيعيطوا الرمز. يعني احنا كنا شايفين النصر كبيره، والمذيع احمد سعيد يقول احنا على ابواب تل ابيب. صحيح. فالصدمه جامده، الصدمه عملتها. فالعياط خدوا بعض بالحضن، المسلم حد المسيحي ويعيطوا. صورتها تصوير الحمد لله في الروايه، ربنا وفقني فيها. صحيح. طب قول لي، عايز اتجاوز ده بسنه 68، وحضرتك بتحصل على الجائزه من الرئيس جمال عبد الناصر 50 جنيه، وده كان رقم في الوقت ده كبير، مش رقم صغير. أيوة. لكن يعني مع هذه الاحلام الكبيره التي تحطمت على صخره الهزيمه او النكسه في 67، هل بقي عبد الناصر حلما في عينيك وانت تستلم هذه الجائزه رغم ما وقع على الارض؟ هو كان رمز الاب. يعني عارف، يعني لما قال لي انه هيتنحى، هتسيبنا لمين؟ كان الاحساس اللي جوانا هتسيبنا لمين؟ افتقاد الاب. هتسيبنا لمين؟ احنا مش قادرين نعمل حاجه من غيرك. مهما كنت نقف جنبك. يعني ممكن الاخطاء، مهما كانت اخطاء اللي مش انت كمان، اللي هو الوزير اللي هو بتاع الحرب، وزير الحربيه، كان في وادي اخر من الحياه تانية، بعيد عن جيشه. فين كمان صورت كمان الجندي اللي دفعوه، وهو احسن جندي في العالم، الجندي المصري، دفعوه للحرب بدون استعداد. وتصورت كمان وهو بينسحب، الجندي يقول له قرارات بالانسحاب من جهات مختلفه، ومن غير خطه انسحاب، مفيش خطه انسحاب مظبوطه. والطيارات الاسرائيليه بيهرجوا معاهم وبينزلوا عليهم اكنهم حمام. صورتها ان هم حمام، اكنه في كان زمان في اسكندريه في التيرو اللي هو تيرو الحمام. فكان الطيارات والطيارين الاسرائيليين بيسيدوا الجنود اللي جاريه عايزه تهرب، عايزه تنسحب، ويضربوا فيهم في الرصاص. فخدنا 30 ألف جندي. 30,000. طيب عايز اوصل للمحطه الثانيه من هذه التقسيمه. يعني لو كانت المحطه الاولى هي 67 الهزيمه، المحطه الثانيه كانت بدايه الاستنزاف ولا كانت 73 مباشره؟ لا، كان بدايه الاستنزاف. بس الاستنزاف كان محدود لحد ما. كان محدود. وفي نفس الوقت بدأ الناس يعني تفقد الثقة. يعني الأمل بتاعها بدأ يضيع شوية. يعني بعد النكسة على طول ناس قالت ده احنا بنستعد، ده احنا دي منورة، ده احنا هنحارب تاني، ده احنا هناخد أسلحة من إسرائيل، من روسيا، من حد فتي. بدأ الأمل خلاص، يعني عارف، جالنا نوع من الخمول.
نوع من البلاده في التفكير، مش عارفين احنا فين، موقفنا ايه بالظبط. ايوه في استنزاف، بس استنزاف ايه؟ يعني مش مفيش حاجات ملموسه كبيره. طيب قبل ما اوصل ل 73 اكيد لازم اقف عند سنه 70. ايوه. لحظه رحيل الزعيم جمال عبد الناصر. هو لحظه رحيل الحقيقه لما اسرش اليها الحاجه لسبب بسيط، انها قصه يعني، او يعني كانت صدمه موجوده في كل ذهول العالم، المصريين كلهم. ف قلت فيها ان اليأس خلى في شخصيات معينه في الروايه بتاعتي، يعني شخصيات عرجان، بدأ نوع من استغلال ازاي يوصل المال، ان هو تخلى عن المبادئ، كل حياته الغايه تبرر الوسيله مهما كانت الطريقه. فاشتغل في كل المجالات اللي ممكن تمس كرامه الانسان. نسي حاجه اسمها كرامه الانسان وعزه نفس ومبادئ. ده مين ده الجوهرجي اللي هو الجوهرجي. بعديها بعد الجوهرجي مرت الايام بقى، وجه الرئيس السادات. الرئيس انا ركزت عليه شويه، ان هو فعلا كان بطل بمعنى البطوله وذكاء حد. ما كانش بيقول بقى انا هرميهم في البحر زي ما كان قبل وكان بيعمل، وهم يروحوا اوروبا ويروحوا بره يقولوا الحقونا، ياخدوا مساعدات وياخدوا فلوس وياخدوا اسلحه. احنا غلابه، احنا عايزين. ده في 67 اللي قريت عنها، كان اليهود بيحفروا قبورهم حاسين ان خلاص، والقاده الاسرائيليين مكتمين تماما على نصرهم. يعني كتموا عالميا تماما عشان ياخدوا ورق اكبر مكاسب ممكنه. يعني كان ذكاء غير حد. ده كله ثوابه انور السادات. فعمل خديعه وعمل خطته بذكاء حد، وخدعه وان هو مش قادر يحارب، وان كل الورق في يد امريكا. كان فعلا ذكاء حد. ويوم ما عبرنا كان عبور. في ساعتها وصفتها ازاي في الروايه يا باشمهندس مصطفى؟ يعني وصفتها، يعني اتكلمت مثلا على معلش انا في نقطه عايز اقولها، على الجندي المصري الخبطي الاول اللي هو رفع العلم في الضفه غير الشرقيه. يعني كان ما كانش ايام ما كانش في حد اسمه مسلم ومسيحي. صحيح. كلنا كنا ايد واحده وكلنا حبايب واصحاب والى اخره. وبعدين السادات لما اغتيل قلت مات واقفا ينظر في عين قاتله بشجاعه، ونائبه يختبئ تحت المقعد. يعني اكن بقول ادي الشخصيه اللي هتمسك مصر. راجل انبطع تحت المقعد، وبعدين مسك الحقوق وخرج ايده ملفوفه. انا فاكرها كويس قوي، اكنه مصاب وهو ما كانش مصاب ولا حاجه. فيعني انبطح وربما بقي منبطحا 30 عاما، وخلى وعمل نوع من الاحتلال النفسي للشعب المصري. احتل نوع من الاحتلال. انا اعتبرت ان احنا احتلينا 30 سنه، بس احتلينا من واحد مصري كان رئيسنا. بس هو في مساله هنا باشمهندس مصطفى، انت يعني الاولى بالرد عليها من جيلنا. حضرتك عاصرت عبد الناصر والسادات وحسني مبارك. أيوة. من بداية عهده. أيوة. هناك من يقول أنه لا يمكن أن نتحدث عن حسني مبارك باعتباره رئيس مصر في آخر 10 سنوات اللي تردد فيها كل الأوضاع، وإن الأوضاع كانت أفضل كتير في الثمانينات، وكان حال المصريين جيد للغاية. هل حضرتك عندك يعني اتفاق مع هذا الرأي أم تخالف هذا الرأي باعتبارك شاهد عيان؟ حضرتك عشت ال 30 سنة. للحق بقولها، حسني مبارك في اول 10 سنين كان بيحاول يكون فعلا
خايف على مصر وعايز ينهض بمصر وعايز ينهض باقتصاد مصر. واذكر انه كان بيعمل اجتماعات مع كل الاقتصاديين. صحيح، المؤتمر الاقتصادي ويحضر فيها اكنه تلميذ في كليه. لكن للاسف الشديد برضك هقول لك حاجه، ان شيء معروف ان طول الفتره اللي الرئيس بيقعدها على الكرسي له يعني له جاذبيه وله سحر. امريكا لما قالت 4 سنين و4 سنين فعلا اكتر من المده ديت الانسان لازم يتغير. بتبقى الحاشيه دايما، الحاشيه هي بتفسد الحاكم. لو كان انسان ضعيف الشخصيه او في منبعه او في صلب حياته او في جذوره ان هو ممكن ينشد وينجرف، فهو انجرف بسهوله جدا. يعني اللي حواليه افسدوه، مفيش كلام. طيب، لدرجه ان انا يعني ليا امل في حاجه او اتمنى حاجه. اتمنى حسني مبارك دلوقتي يكتب كتاب. يعني انا حتى هنا اهو يكتب كتاب سوري بقول فيها ان ربما نعطف على حسني مبارك لو كتب مذكراته وقال اشهد على نفسي وعلى من افسدوني بقلم حسني مبارك. وبعدين في اخر فصل يحط فيها حساباته وارقام حسابات اسرته وانه هيرجع كل الفلوس دي كلها. في الحاله دي يمكن نغفر له. يعني هي طرح ورؤيه على كل الاحوال، لكن الحقيقه يعني امنيه اتمناها على الارض، يعني ابعد من ذلك. الشيء الثاني اللي عايز اقوله اتفضل. ان نفسي قوي نقول تحيه لاكثر من 30,000 جندي شهيد في مصيده 67. بنسميها مصيده 67. طيب، بما ان ايوه هنرجع لكل النقاط باشمهندس مصطفى، لكن بما اننا عقدنا مقارنات بين الرؤساء الثلاثه، الزعيم عبد الناصر والرئيس انور السادات والرئيس السابق حسني مبارك، عايز اعقد مقارنه كمان. كيف رايت نساء الزعماء الثلاثه، بدءا بالسيده تحيه حرم الرئيس عبد الناصر، ثم جيهان السادات، ثم سوزان مبارك؟ هل تعتقد أن تعاظم دور زوجة الرئيس بدءا من عصر الرئيس السادات وانتهاء بعصر الرئيس مبارك أسهم سلبا أم إيجابا فيما وصلنا إليه الآن؟ الحقيقة كانت أيام السيدة تحية حرم الرئيس عبد الناصر، يعني دي كانت ست زوجة وزوجة لزوجها فقط لا غير، ملهاش أي نشاط. طبعا طبيعة تطور الحياة لما جت جيهان السادات في تطور حصل، فكان لازم يكون ليها دور في المجتمع. صحيح، ده طبيعي. ايوه كانت فيها ليها عيوب، لكن كانت برضك يعني ليها مزايا. يعني مثلا اذكر ليها كان حرب 73 خلق منها برضك سيده تهتم بالجرحى وتزورهم وتقف جنبهم والى اخره. حضرتك تتذكر قضيه الوفاء والامل؟ ايوه فاكرها. يعني حصل كلام في الفتره دي، حضرتك طبعا اكيد تذكره اكتر مني. أيوه. حول عمولات وسمسره قامت بها حرم الرئيس السابق، وكان اجمالي المبلغ اللي هي متهمه فيه 27,000 جنيه في توريد كراسي متحركه، كراسي المدولبه اللي هي بعجل للمعاقين في جمعيه الوفاء والامل. كان كل اجمالي المخالفات الماليه المشار اليها 27,000 جنيه، صح؟ وافتكر يعني، بس هو انا اعتبر المبدا ده ممكن يعني مش هو مبدا ما ياثرش تاثير هي اتهامات على فكره لم يتم التيقن منها حتى هذه اللحظه، مجرد اتهامات يعني مجرد، لكن القضيه ممكن قوي الاتهامات ديت اثرتها او بدبرتها حرم حسني مبارك. وارد وارد. احتمال. لكن حضرتك تعرضت لدور النساء
في هذا العمل كتير الروائي؟ في الروايه. ايوه الفساد. يعني عندك مثلا الجوهرجي اللي هو وصل كان بدا حياته يمسح المحلات، يمسح هناك المحلات لحد ما بقى وصل لدرجه بقى جوهرجي مشهور. لانه استعمل تاجر في المخدرات وتاجر في العمله، وعمل وقتل واحد وحل محله في المحل وكان شغال فيه، بقى هو المدير المحل. يعني ده كلها كان سلبيات او ما فرزته النكسه. بدأ نكسه من فعلا. لان البعض بيربطها يا باشمهندس بسياسات الانفتاح في السبعينات الحقيقه. انا معاك. ايام الرئيس السادات. ايوه السادات. اه شو هقول لك على حاجه. السادات لما فتح انفتاح وقالوا الانفتاح ده دمر البلد، اي تحول من مذهب من نظام اقتصادي الى اخر الى حر، لازم يكون في سلبيات تحصل فيها لحد ممكن تاخد سنه واثنين وثلاثه وخمسه لحد لما الميزان يتعدل. لان الاقتصاد دايما يعني معروف عن الاقتصاد ان الجيد يرفض السيء لوحده. صحيح. السيء لازم في وقت من الاوقات خلاص ما لوش مكان. فده كان الامل اللي كان موجود. السادات كان عارف ان ده هيحصل. يحصل ان في بتوع الثوريين فراخ فاسده، ده كله دخل عايز فلوس وعايز يجري ورا الجنة. صحيح. حلم الثراء السريع. الحقيقه انا بحيي حضرتك جدا على الروايه، اشكرك، وان شاء الله نقابل حضرتك تاني مع عمل روائي جديد. لكن انا باقي لي دقيقه عايز استغلها. انا مش كل يوم بيبقى معايا جوهرجي. النهارده الشباب اللي عايز يتجوز وبيروح عايز يشتري دبله او بيشتري شبكه بيلاقي الجرام ب 300 جنيه. عايز اسال حضرتك باعتبارك متخصص ومارست المهنه دي 30 سنه انا واخد دبلوم. يعني متى ينخفض سعر جرام الذهب باشمهندس مصطفى؟ الحقيقه سعر الذهب استحاله حد يقول لك انه هينزل او هيطلع، ما حدش يعرفه. لا انا ما اقصدش الوقت، انا اقصد الظروف اللي تخلي سعر الجرام ينزل. هو هنا حاجه. هو لو دلوقتي يعني العالم كله بيتجه للذهب. ليه؟ ما فيش ثقه في اي سلعه، في العملات، في اي سلعه ثانيه، لا العملات ولا البترول. يعني برضك البترول كل ما بيغلى كل ما الذهب بيغلى معاه. صحيح. ده شيء طبيعي. فلو كان ايام ما كان البترول جالون كان بكام؟ 7 جنيه و7 دولار. شوف النهارده وصل كام؟ وبعدين طلع على 84 ووصلنا دلوقتي ل 126. معدي ال 100 معدي ال 100 دلوقتي. وبالتالي مش من المنظور انخفاض سعر الذهب خلال الايام او الشهور. لا ما افتكرش ابدا، ما افتكرش. طيب الروائي المهندس مصطفى محمود، بشكر حضرتك جدا وبهنيك على هذا العمل الروائي، وان شاء الله نلتقي مره اخرى مع عمل روائي. يسعدني في اي وقت. اهلا بيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نخرج الى فاصل قصير، نعود بعده لاستقبال الفقره الثانيه والزميل حسن الشاذلي.